اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتبدأ القصة بروان الأخت الكبيرة 27 سنة وأختها الأصغر منها هناء، وهي بتشدها من إيديها وبتدخلها الأوضة. روان بتتكلم وبتقول: الله، في إيه يا بنتي يا هناء؟ عاوز أكلمك في موضوع مهم قوي. هو في إيه بس يا هناء؟ شكلك عاملة على حد مؤامرة. أيوة مؤامرة إنك تعترفي لي بالحقيقة بقى. هو أنت إيه حكايتك؟ أنا مش هسيبك غير لما أعرف. حكايتي؟ حكاية إيه بس يا هناء؟ في إيه؟ كل ما يجيلك عريس تطلعي فيه القطط الفطسة، تقعدي تتشرطي يمين وشمال ودايما بترفضي، وبقالك سنين كده. وده مضايقك في إيه؟ اتخنقت. أنت عارفة كويس قوي إن أنا ومحمود ابن عمك بنحب بعض، وبابا رافض ارتباطنا لحد ما أنت تتخطبي وتتجوزي. خلاص يا ستي، أنا هتكلم مع بابا وخليه يخطبكم، ما تزعليش نفسك خالص. لا 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 لا، اسمعي بقى، أنا مش هطلع من الأوضة دي غير لما أعرف حكايتك يا روان. أنت في حاجة مخبياها، انطقي. بترفضي العرسان ليه؟ بتنهار روان ودموعها بتنزل. ايه ده؟ انت بتعيطي ليه؟ قلقتيني. في ايه يا روان؟ ما تنطقي. كنت اتمنى ماما تبقى معايا في اللحظة دي. الله يرحمك يا ماما، من بعدك تهت وضعت. تهتي وضعتي؟ يعني ايه؟ ما تخليش الفار يلعب في عبي اكتر من كده. انطقي يا روان، ما تخليش دماغي تروح لبعيد. انا ما ينفعش اتجوز يا هناء. يعني ايه ما ينفعش تتجوزي؟ ليه ما ينفعش اتجوز؟ علشان انا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، امتى ده حصل؟ فجأة صوت خبطة جامدة جدا بره الباب. ايه الصوت ده؟ اما روان، هو في ايه؟ بيجروا علشان يفتحوا الباب، بيلاقوا ابوهم واقع على الارض. بابا، بابا، الحقونا يا ناس. بابا، بابا، بابا قوم يا بابا. الو يا محمود، تعالى بسرعة. بيكلموا محمود وبيطلبوا الإسعاف بسرعة، والاتنين بيجروا معاه على المستشفى. وفي المستشفى الدكتور بيقول لهم: للأسف هو جات له جلطة، واضح انه تعرض لصدمة شديدة. جلطة؟ يا رب، يا رب استرها علينا يا رب. شفت اللي حصل بسببك؟ منك لله يا روان، منك لله. روان بتقعد على جنبه وماسكة راسها ودموعها بتنزل. يا ريت الزمن يرجع، يا ريت ما كنتش. الذكريات بتبتدي تشتغل في دماغها. المشهد بيرجع لورا 5 سنين. روان وقتها عندها 22 سنة ولسه متخرجة من الجامعة. بابا، أنا مش قادرة أقعد في البيت كده، حاسة إني بضيع وقتي على الفاضي، عاوزة أدور على شغل. يا حبيبتي أنت ناقصك حاجة؟ هو أنا مقصر معاكم في حاجة يا حبيبتي؟ لا أبدا يا بابا، طبعا أنا ما أقدرش أقول كده. الحق يتقال، من يوم ما ماما توفت وأنت كنت لينا الأم والأب، مع إنك يا حبيبي كنت ممكن تتجوز وتشوف حياتك. أنا حياتي هي أنتم يا حبيبتي. ربنا يخليك لينا يا رب يا حبيبي، وما يحرمناش منك أبدا، ويخليكم ليا يا حبيبتي. أنا بس مش عايزك تتبهدلي في الشغل بره، وكمان شغل البيت أنت بتتعبي نفسك. لا إن شاء الله ربنا ما يجيبش بهدلة. أنا بس عاوزة أخرج أشغل نفسي في حاجة، علشان قعدة البيت مملة قوي وأنا مش واخدة عليها. ده شغل البيت كله ما بياخدش 2 ساعات في اليوم. خلاص اللي يريحك يا حبيبتي اعمليه، أنا واثق فيكي وكل اللي هتعمليه هيبقى صح. ربنا يخليك ليا يا بابا. وبعد شهور من البحث بابا الحمد لله اتقابلت في شركة كبيرة جدا كمحاسبة. ألف مبروك يا بنتي، ربنا يوفقك يا رب يا بابا يا رب. وفي الشركة بنشوف منتصر بيه صاحب الشركة، لما بيوصل مكتبه بينادي على السكرتيرة سوسن. سوسن، تعالي يا سوسن. تحت أمرك يا منتصر بيه. اقعدي يا سوسن. بصي، ابني حسين نازل من أمريكا قريب. الحمد لله على سلامته يا فندم، يجي ينور مصر إن شاء الله. عاوز أجهز له مكتب كبير، أكبر مكتب عندنا في الشركة. اعتبره حصل يا فندم. وكمان عاوزه يبقى مدير الشركة من بعدي، وعاوز له سكرتيرة شيك تعرف إنجليزي كويس ومظهرها يكون أنيق جدا. تمام يا فندم، هحاول ألاقي واحدة بالمواصفات دي. تمام، يلا شوف لنا بنت تليق بالمكان. أوامرك يا فندم. بتخرج سوسن من المكتب، بتقعد في مكتبها وتحط إيديها على خدها. أجيبها منين دي بس؟ عايزها شيك وجميلة وإنجليزي كمان، إن أنا محتاجة معجزة. في اللحظة دي بتدخل روان وماسكة فايل. ده الفايل اللي حضرتك طلبتيه يا مدام سوسن. بتبص لها سوسن من فوق لتحت وبتبتسم. اقعدي يا روان. خير، في حاجة يا مدام سوسن؟ انت تعرفي تتكلمي انجليزي كويس؟ ايوه طبعا، انا خريجة تجارة انجليزي وكمان واخدة كورسات محادثة علشان ابقى جاهزة لأي فرصة كويسة. هايل. هايل؟ ايه اللي
انت اتفتحت لك طاقة القدر يا بنتي. مش فاهمة حضرتك. بصي، حسام بيه ابن منتصر باشا صاحب الشركة اللي انت شغالة فيها راجع من امريكا وعايز سكرتيرة بالمواصفات اللي انا شايفاها كلها فيكي. في انا؟ ايوه طبعا، حلوة لبقة شيك وانجليزي، يعني انت ممتازة. بس انا مش عايزة اكون سكرتيرة، انا مبسوطة في شغل الحسابات بشهادتي، مش حابة اغير. قصدك ايه يعني يا روان؟ عموما يا ستي شكرا. لا لا خالص والله ما اقصدش كده، انا بس بقول لحضرتك ان انا مبسوطة هنا. طيب خليني اقول لك حاجة صغيرة كده، شغلانة السكرتيرة اللي مش عاجباكي دي مرتبها 4 اضعاف مرتبك الحالي. 4 اضعاف؟ ايوه. بتسكت لحظة وبتبص لتحت. تمام انا موافقة. خلاص يا ستي، يبقى نقول مبروك. الله يبارك فيكي. بصي بقى يا ستي، الشغلانة دي اهم حاجة فيها مظهرك، اظن معروفة يعني. اه تمام. بتقول بصوت واطي. يا رب يكون خير. وبعد كم يوم بيرجع حسام على مصر، بيبقى زير نساء، حياته كلها عبارة عن سهر وخروجات للصبح. بنشوفه في سهرة من السهرات وهو قاعد مع أكتر من بنت، بتدخل عليهم واحدة اسمها ماهي. حسام وحشتني قوي. هو أنا ما وحشتكش؟ لا وحشتيني، بس مش قوي يعني. يعني ايه مش قوي يا حسام؟ ده انت قبل ما تسافر كنت مش بتفارقني لحظة، كنت بتقولي مش قادر أعيش من غيرك. أيوة كنت بقول كده، كلام وقت ساعتها وخلاص. بس أنا قلتلك قبل كده يا ماهي، أنا ما بحبش أطول مع واحدة، شهر شهرين بعد كده بزق وبتخنق. احنا اتبسطنا مع بعض وانت أخدتي كل اللي طلبتيه وعليهم بوسة. لا بصراحة بوس كتير، يبقى كل واحد بقى يشوف حياته. يعني كده ببساطة بعد كل اللي كان بينا؟ ما تعمليش دراما يا ماهي، خدي الأمور ببساطة، خلينا أصحاب أحسن. أصحاب؟ طب ماشي يا حسام. تمام يا ستي، براحتك. بتقوم ماهي زعلانة وبتمشي، بنات تانية بيدخلوا مكانها وهو قاعد بيضحك. وبعد أسبوع من السهر واللف والدوران بيكون راجع البيت متأخر. حسام تعالى هنا. أيوة يا بابا، في إيه؟ في إيه؟ في إنك بقالك أسبوع نازل سهرات ولا همك شغلك ولا الشركة. أنا قررت خلاص، من بكرة تروح الشركة وتستلم شغلك. يا بابا أنا لسه راجع من السفر. ما يهمنيش، كفاية لعب، أنا تعبت وكبرت وعايز استريح، وانت لازم تشيل المسؤولية. تمام يا بابا، خلاص من بكرة هروح الشركة. اليوم اللي بعده. صباح الخير يا حسام بيه، نورت الشركة والله. صباح الفل يا سوسة، عاملين ايه؟ كلنا بخير يا فندم، المكتب جاهز لحضرتك زي ما باباك طلب وكل حاجة تمام. كويس قوي. طب فين السكرتيرة اللي بابا قالك تدوري عليها؟ تمام يا فندم، انا فعلا رشحت لك بنت ممتازة قوي وشاطرة كمان. شاطرة؟ هنشوف الشطارة. ثواني وهتكون عند حضرتك. وبتتصل بروان. يا روان تعالي بسرعة على مكتب حسام بيه، هو عايز يقابلك دلوقتي. تمام يا مدام سوسن، جاية حالا. روان بتدخل مكتب حسام بثقة وهي لابسة لبس محتشم وشيك في نفس الوقت. صباح الخير يا فندم، أنا روان سكرتيرة حضرتك. حسام ساكت بيبص لها من فوق لتحت وعينيه بتفصص كل تفصيلة فيها. حضرتك سامعني يا فندم؟ سامعك، كملي. أنا معايا تجارة إنجليش وعندي خبرة في الحسابات وكمان في الإدارة وبتكلم إنجليزي كويس قوي. كل ده مش مهم. مش مهم؟ أمال إيه اللي مهم يا فندم؟ هتفهمي بعدين. تمام. حضرتك محتاج مني حاجة دلوقتي؟ أيوة، هاتيلي فايل صفقة أندلس ماركت وكمان فايل العربية للتصدير ومعاهم ملف أكرو تريد بسرعة. تمام يا فندم. بتخرج روان وبتجيب الملفات وبتدخل تاني. دي كل الملفات اللي حضرتك طلبتها. كويس، حطيهم هنا. ولما بتحط الملفات بيبص عليها. اوه هايل. بعد اذن حضرتك يا فندم، محتاج مني حاجة تاني؟ لا، تقدري تخرجي. وبعد ايام من الشغل حسام بيبدأ يحاول يقرب منها. انت ليه قاعدة بعيد كده يا روان؟ قربي شوية هنا. انا تمام كده يا فندم. خلاص براحتك. اديني الورق ده. بيمد ايده بيمسك ايديها فجأة. ايه ده؟ حضرتك بتعمل ايه؟ ايه مالك؟ انا ما قصدتش، كنت بمسك القلم وايدي لمستك بالغلط. اتكهربتي كده ليه؟ علشان انا مش واخده على كده، انا مش واحده من البنات دول يا فندم. انا اسفه قوي، بس انا مضطره اسيب الشغل بعد اذنك. استني بس يا روان، انا فعلا ما قصدتش. تعالي بس واهدي، مش هتتكرر. لو سمحت يا فندم، انا مش بحب الحاجات دي. امال بتحبي ايه؟ بحب ان تعاملنا يبقى كله في حدود الشغل وبس. خلاص يا ستي، هنتعامل في حدود الشغل وبس. روان بتخرج بسرعة من المكتب وهو بيبص عليها وبيضحك.
شكلنا هنلعب لعبة جديدة يا روان. شكلك هتتعبيني ولا ايه؟ بس ماشي، انا بحب المغامرة. الحاجة الصعبة بتشدني اكتر. وطبعا لانه لافف وداير كتير، عارف مفتاح كل واحدة، وعارف ان روان مفتاحها الاحترام، وبيبتدي يلعب على الحتة دي. ما شاء الله عليك يا روان، انت هايلة بجد. شكرا يا فندم، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظن حضرتك، والشغل يفضل على اكمل وجه. انا مش قصدي على الشغل وبس، لا لا، ما شاء الله عليكي في كل حاجة. محترمة وجميلة وأنيقة، يعني كاملة متكاملة. بتضحك بكسوف. شكرا يا فندم. بجد يا روان، انا مش بقول كلام مجاملة وخلاص، لا والله. انت فعلا حاجة نادرة، حاجة ما بقتش موجودة اليومين دول. بجد يسلم اللي رباكي. والشعب يحمر من الكسوف. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوق حضرتك والله. ده مش ذوق ولا حاجة، دي الحقيقة. وانا عمري ما كنت اتخيل ان ممكن واحدة بالشياكة والرقة دي تكون عندي في الشغل. حضرتك بتبالغ يا فندم. ابدا يا روان، دي الحقيقة فعلا. عموما شغلك النهاردة ممتاز كالعادة. شكرا يا فندم. هستأذن بقى. تمام يا روان، اتفضلي. وبعد ما خرجت، ياه، اول مرة حد يكلمني بالشكل ده. قلبي بيدق بطريقة غريبة، يمكن هو معجب بيا. وبعد كده الايام بتعدي، وكل يوم حسام بيتكلم معاها بنفس الاسلوب الراقي، ودايما يلاقي طريقة يقول فيها كلام يخليها تدوب فيه. روان بجد انا مبسوط انك موجودة هنا. الشغل وكل حاجة ماشية تمام بسبب انك موجودة هنا. ده من ذوق حضرتك يا فندم. بطلي كلمة فندم دي، احنا زملاء في الشغل. قولي حسام وخلاص. لا طبعا، زملاء ايه؟ لا ما ينفعش، ده احترام لحضرتك. ما هو ده اللي عاجبني فيكي، الاحترام ده نادر اليومين دول. الحمد لله، انا متربية على كده. واضح جدا والله العظيم، لو كل البنات زيك البلد دي كانت هتبقى حاجة تانية. شكرا بجد، انا بحب طريقة كلامك، رزينة مؤدبة. ربنا يخليك. وبيفضل الكلام بينهم يزيد شوية بشوية. حسام بيفتح معاه مواضيع اكتر، والهزار بيزيد. روان تضحك وتتبسط وتنسى الحذر اللي كانت واخداه في الاول. انتي ضحكتك حلوة قوي على فكرة. ها؟ ايه؟ بقولك ضحكتك دي لو اتسجلت تتحط نغمة موبايل. يا سلام، انا بقول كده وده رأيي. شكرا. روان، انا بحبك. ايه؟ بحبك بجد. يمكن اول مرة في حياتي احس الاحساس ده. يمكن اتغيرت على ايدك، يمكن وجودك في حياتي خلاني افكر بطريقة تانية. والشعب بيحمر وقلبها بيدق بسرعة. انا مش عارفة اقول ايه. قولي انك حسيتي بيا بس كده. انا قولي وفرحي قلبي. انا كمان معجبة بيك يا حسام، بجد. ايوه، انا عاوزة اتقدم لك النهاردة قبل بكرة. بجد؟ والله، بس عايزك تفهميني كويس. بابا صعب شوية في الحتة دي. صعب ازاي؟ هو نظرته كده شوية، يعني معلش في اللي هقوله، بس بصراحة هو شايف انك شغالة عندي، ففاكر ان ده مش مستوى. بس انا مش فارق معايا. لا عادي، انا فاهم قصدك. فانا لازم امهد له الاول قبل ما اقوله رسمي. خلاص ماشي، كلمه ولما يوافق ابقى اخد لك ميعاد مع بابا. تمام، سيبيها عليا. وبعد كام يوم بينادي روان. خير يا حسام؟ اتكلمت مع بابا. ها وقال لك ايه؟ رافض تماما، وكمان جايب لي عروسة بنت واحد صاحبه، راجل غني وعنده شركات. خلاص مفيش مشكلة، انا مش حابة اعمل لك مشاكل مع باباك، وممكن كمان اسيب الشغل. لا لا لا، هو انت فاكرة ايه؟ انا هستسلم يعني؟ ابدا، انا هفضل وراه لحد ما يوافق. بجد؟ والله، وانا اتكلمت مع ماما وهي موافقة مبدئيا، بس عايزة تقابلك. بجد؟ طبعا ممكن اقابلها في اي مكان. لا يا ستي، ازاي؟ انت بكرة تتشيكي وتلبسي احسن ما عندك وتيجي الفيلا عندنا. ها؟ لا طبعا، ازاي؟ الراجل هو اللي بيجيب اهله وبيجوا، مش البنت هي اللي بتروح. يا بنتي لا، الكلام ده عدى عليه الزمن. مالك كده يا روان؟ بتقفليها ليه؟ انا بقول عليكي مخك كبير. مش مرتاحة للفكرة دي يا حسام بصراحة. طيب بص، هستأذن بابا ولو وافق هاجي. لا لا لا، ما ينفعش. ممكن يقولك لا، وساعتها هتبوظ كل حاجة. لا خليه بعدين، تعالي الأول وشوفي ماما، هي ممكن تعرف تلين دماغ بابا. طب خلاص ماشي يا حسام، هعمل كده. بس خدي بالك، البسي حلو. ماما بتحب البنات الشيك، انت اصلا مش محتاجة حاجة، كده كده قمر. وهي بصراحة حبتك من كلامي عنك. ماشي يا حسام. وبالليل في البيت والد روان بيقول لها: عاملة ايه يا بنتي؟ الحمد لله يا بابا، كله تمام. بكرة عندك شغل؟ لا عندي مشوار كده بره الشغل. تمام يا حبيبتي، روحي ربنا يوفقك. ربنا يخليك ليا يا بابا.
وبالليل روان مش بتنام، بتقعد تفكر وتدعي ربنا في سرها إنها تعجب أم حسام وإن ربنا يسهل الأمور. يا رب سهل لي أموري واختار لي الخير. وبتصلي العشاء وبتحاول تنام، وبتصحى الصبح وهي متوترة، بتلبس أشيك حاجة عندها وبتحط ميك اب خفيف، وبتخرج وبتروح على العنوان اللي اداهولها حسام. هو بيستقبلها بنفسه. أهلا يا روان، الحلاوة دي زي القمر. شكرا يا حسام. مالك متوترة كده ليه؟ اهدي، دي ماما لذيذة خالص وهتحبيها. أنا فعلا متوترة شوية. ماما لسه فوق، هتنزلك دلوقتي. تمام. اقعدي هنا، هجيب لك عصير لحد ماما ما تنزل. تمام شكرا. اتفضلي العصير ده فريش، هيروق أعصابك. شكرا. ثانية واحدة هروح أشوفها نازلة ولا لأ. تمام ماشي. ايه ده؟ طعمه غريب شوية بس تمام. ياه في ايه؟ ليه دماغي بتلف كده؟ أنا مش شايفة كويس. روان بتنام ومش بتحس بنفسها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في السرير وحسام واقف بعيد بيلبس هدومه. ايه ده؟ أنا فين؟ ايه اللي حصل؟ يا حسام فوقتي؟ ايه اللي حصل؟ أنا ايه اللي جابني هنا؟ وازاي نايمة كده؟ فين هدومي؟ وايه ده؟ انت عملت فيا ايه؟ ما عملتش حاجة خالص. ازاي يعني ما عملتش حاجة؟ ايه يا حبيبتي مكبرة الموضوع ليه؟ مش انا حبيبك وبكرة هبقى خطيبك وجوزك، فيها ايه يعني؟ كنت بجربك. انت بتهزر؟ لا يا حبيبتي بقولك الحقيقة، هو انا هتجوزك من غير ما اجربك واعرف طعمك ايه؟ ليه عملت فيا كده؟ حرام عليك. يا بنتي اهدي، ده انا كنت بختبرك. بتختبرني ازاي يعني؟ كنت عاوز اشوفك بنت ولا لا، كنت بختبر اخلاقك. اختبار ايه ده؟ بس نجحتي، مبسوط منك، كنت عارف انك محترمة. يعني هتتجوزني؟ اتجوزك؟ انت هبلة ولا ايه؟ يلا يا ماما قومي البسي هدومك وروحي على بيتكم يلا. انا هوديك في داهية، انا هسجنك. وطي صوتك، لو فتحتي بقك هقول انك جيتي معايا بمزاجك. روحي دلوقتي وتقدري بكرة تيجي على الشركة، ولو حبيتي نكرر الموضوع ده انا هديك اللي انت عايزاه، ما حبيتيش يبقى خلاص براحتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. منك لله. وبتمشي روان وهي منهارة وبتروح على البيت، بتحاول ما تبينش حاجة لأي حد، بتدخل بسرعة على أوضتها وبتفضل تعيط لحد ما بتروح في النوم. وبيعدي العمر وبترفض كل العرسان اللي بتقدموا لها، وبيحصل كل اللي شفناه في مشهد البداية. بيتعب والدها وبيدخل المستشفى وهي غرقانة في تفكيرها. وفجأة يا بنتي اصحي فوقي يا روان. بابا حبيبي انت كويس؟ كويس في ايه؟ يعني انت مش تعبان؟ تعبان؟ لا يا بنتي في ايه؟ قلقتيني. ازاي يعني؟ انت كنت ايه؟ لا مفيش، بس شكلك صغير. ها؟ شكلي صغير؟ في ايه يا بنتي؟ يا نهار ابيض، يعني كل ده كان حلم ايه؟ قومي يا بنتي، انت كنت بتقولي عندك مشوار النهاردة، قومي جهزي نفسك. مشوار؟ ايوه اللي قلتيلي عليه امبارح؟ يعني انا لسه 22 سنة؟ بنتي يا روان انت سخنة؟ في ايه؟ قومي روحي مشوارك. لا يا بابا انا مش رايحة في حتة. ليه؟ مش رايحة خلاص يا بنتي زي ما تحبي، ارتاحي شكلك تعبانة. وبيخرج. وطبعا كل ده طلعت بتحلم، وربنا بعت لها الرؤية دي في الوقت المناسب علشان يعرفها اللي كان هيحصل لو كانت راحت. ولأنها دعت ربنا بإخلاص وكانت نيتها سليمة وكانت نايمة على وضوء، ربنا أنقذها من اللي كانت هتقع فيه. في الوقت ده حسام بيفضل يرن عليها كتير لكنها مش بترد. يا حسام، يعني كل ده كان كذب؟ كنت بتستدرجني علشان تعمل فيا كده؟ والله لعلمك الأدب. مش يمكن أكون ظلماه، أنا لازم أروح وأتأكد بنفسي. وفعلا بتروح روان عند الفيلا، بتحاول تتكلم مع البواب. السلام عليكم يا عمو. وعليكم السلام يا بنتي. من فضلك الفيلا دي بتاعت مين؟ ها؟ ليه؟ بس عايزة أعرف الست صاحبة البيت اسمها إيه؟ أصلا عندي مقابلة شغل مع واحدة ست هنا. الست ما بتجيش هنا خالص، البابنها هو اللي بيجي بس. ها؟ يعني الست ما بتجيش؟ أيوة يا أنسة، أكيد انت قصدك بيت تاني. ماشي شكرا.
يا ربي، الحمد لله، الرؤية دي كانت إنقاذ من عندك، الحمد لله يا رب. وتاني يوم في الشركة: روان، ممكن أفهم ليه ما جيتيش امبارح؟ ما حبيتش أجي. إيه؟ أيوة، في إيه؟ انت كده هتعصبي ماما منك، وممكن ما توافقش عليكي. توافق أو ما توافقش مش فارق معايا. ها؟ مش فارق معاكي؟ أيوة، مش فارق، تتجوزني أو لأ، عادي. عادي؟ يعني أنا مش فارق معاكي؟ زيك زي أي عريس اتقدم لي، لو ما حصلش نصيب خلاص، مش آخر الدنيا يعني. روان، أنا مش فاهم انت بتتكلمي كده ليه؟ عادي، لو أهلك مش موافقين خلاص، الموضوع منتهي. بتهزري صح؟ أكيد لأ، ولو كلامي مش عاجبك أقدر أقدم لك استقالتي دلوقتي. لا لا، استقالتي ايه؟ لا خلاص تمام، خدي الأمور ببساطة، نرجع زي الأول، اعتبر الكلام اللي قلته قبل كده ما حصلش. تمام، يا ريت التعامل يبقى في حدود الشغل وبس. ماشي تمام. وبتخرج حسام بيبقى مش مستوعب ان في حد يقدر يقوله الكلام ده ويرفضه بالشكل ده. عادي يعني، بنت زي اي حد، مش اخر بنت في الدنيا، بنت عادية قوي، اقل من العادي كمان. بس هي بتعمل كده ليه؟ علشان تعمل نفسها تقلان عليا يعني؟ انا عارف النوعية دي كويس، بكرة تجيلي ركعة وهي اللي تتحايل عليا. بس ليه دماغي مش قادرة تبطل تفكر فيها؟ روان بتتعمد تبقى ملفتة اكتر، شكلها بقى احلى، لبسها والميك اب وكل حاجة بيرفكت، وحسام بيحاول يعمل نفسه مش واخد باله، تقلان، لكن بيبقى مش قادر، ودايما بيبصلها بطرف عينيه. هي حلوت كده ليه دي؟ يا ربي، انا ليه حاسس انها هتجنن عليها؟ روان تعاملها كله بحدود مع حسام، لكن مع بقية الناس في الشركة، خصوصا زميلاتها البنات، بتهزر وبيبقى ضحكها جايب لآخر الشركة، وده بيستفز حسام جدا. بيحس انه مش فارق معاها، بيحاول يبطل تفكير فيها لكنه مش قادر، بيحاول يهرب بنات كالعادة لكنه مش قابل اي واحدة. انا ليه كل ما اتكلم مع بنت الاقي صورتها قدامي؟ ليه ضحكتها لسه بترن في وداني؟ ايه ده؟ هو انا اتجننت؟ انا لازم اوصل لها باي شكل وباي طريقة. وبعد ايام كتير بيقرر انه هيتكلم معاها. روان، استني شوية. نعم يا استاذ حسام. بيقوم من مكانه وبيقرب عليها. في ايه؟ بيتقرب كده ليه؟ عاوز ايه؟ عاوزك، نفسي فيكي، ومستعد اعمل لك كل اللي انت عايزاه، واديكي كل اللي تطلبيه، بس وافقي تكوني معايا. مش فاهمة، يعني ايه الكلام ده؟ يعني بالظبط زي ما سمعتي، انا عاوزك، عاوز ابقى معاكي. انا بيمد ايده عليها بس هي بتضربه بالقلم. انت بني ادم حقير، كنت متأكدة ان نيتك مش سليمة من ناحيتي، بس حبيت اتأكد، رحت الفيلا وسألت وعرفت ان والدتك ما بتروحهاش اصلا، يعني كل اللي كنت بتقوله تمثيل، نيتك كانت قذرة. الحمد لله ان ربنا نجاني منك. انت بتعملي كده ليه؟ علشان ازود لك المبلغ صح؟ اخرس، لا تكون مفكرني واحدة من البنات اللي بتعرفهم، ولا علشان انا على قد حالي شوية تبقى شايفني لعبة في ايديك. فوق، مش كل البنات رخيصة زي اللي بتعرفهم، ومش كل البنات بتتباع بالفلوس، مش كل البنات زي الزبالة اللي انت متعود عليهم، ولا زيك. وبتمشي وبتسيبه مذهول متعصب، بيفضل يرزع في كل حاجة حواليه. عادي يعني، في 60 داهية، الباب يفوت جمل، بكرة جيب ستك وبفلوسي كمان. ودي بتكون أول مرة حسام يعوز حاجة وما ياخدهاش، لكن بعدها بأيام بتسيب الشغل ومش بترجع. ساعتها حسام بيبتدي يتكسر من جواه، أنا ليه قلبي وجعني كده؟ ليه مش قادر آكل ولا نام ولا أضحك زي الأول؟ ويوم ورا يوم حالته بتسوء وشكله بيتبدل، ما بقاش يلاقي نفسه في السهرات. والده بيلاحظ عليه التغيير. تعرف يا حسام، أنا مش عارف إيه اللي حصل لك، بس اللي متأكد منه إنه غلطت في تربيتك. أنا اديتك كل حاجة من غير حساب، سفرتك بره، عيشتك عيشة الأجانب، وكنت فاكر إنك هترجع تبقى راجل يعتمد عليه، بس كل حياتك طلعت سهر وبنات. بس أنا ما بقتش عاوز كل ده، زهقت يا بابا، كرهت نفسي وكرهت الدنيا كلها. لسه الأوان ما فاتش يا ابني، تقدر تتغير، تبدأ من جديد، تبص لقدام وترمي كل اللي فات وراك. خلاص يا بابا، اللي كنت عاوزه ضاع، راحت مني. مين اللي راحت منك؟ قول يا حسام، يمكن أقدر أساعدك. بنت محترمة يا بابا، بس مش من طبقتنا، وأكيد ما تناسبناش. إزاي ما تناسبناش؟ عشان فقيرة يا بابا، انت أكيد مش هتوافق على واحدة زي دي. بالعكس يا ابني، أنا كنت دايما بتمنى تشوف واحدة محترمة، مش البنات اللي كنت بتقضي معاهم وقت. الفلوس عمرها ما كانت كل حاجة، اللي يهمني الأدب والاحترام.
يعني ممكن اخطبها؟ طبعا، لو هي كويسة زي ما بتقول يبقى انا اول واحد هيفرح بيك. وتاني يوم بيروح حسام الشركة وبيسأل على عنوانها في بيت روان. الباب بيخبط. الباب بيخبط يا بابا. روحي شوفي مين يا هناء. بتفتح الباب بتتفاجئ بشاب لابس بدلة شيك وماسك بوكيه ورد كبير. مين حضرتك؟ ممكن اكلم روان؟ ثانية واحدة. بتجري على أوضة روان. روان قومي بسرعة، في حد على الباب عاوزك. مش عاوزة اشوف حد يا هناء، سيبيني في حالي. تعالي بس شوفي بنفسك. روان بتطلع من أوضتها بتشوف حسام واقف، بتدعك عينيها مش مصدقة. ايه ده؟ حلم تاني؟ انا اسف يا روان وجاي اعتذر، والورد ده يمكن يعبر عن اللي انا مش قادرة اقوله. واقفة مش عارفة تقول ايه، وهناء بصلها ومبلمة. في اللحظة دي بيطلع والدها. ايه ده؟ مين حضرتك؟ وايه الورد ده؟ وايه اللي جايبك بيتي؟ انا اسف جدا يا عمي، بس انا جاي اطلب ايد روان. اسف لو جيت من غير اذن. والد روان بيبص لروان يلاقي دموعها نازلة، وهي بهدوء بتشاور بوشها انها موافقة. الجو بيسكت تماما، وفجأة هناء بتزغرط. اخيرا هنتجوز يا محمود. تعرف يا روان، انا اتعلمت الادب على ايديكي. ربنا بعتك ليا علشان تنشليني من القرف اللي كنت عايش فيه. بحبك وهفضل احبك وعمري ما هزعلك. وانا يا حسام بحبك. ربنا يهديك ليا ويهديني ليك. يا بجاحتك يا اخي، انت ايه مش مكسوف من نفسك؟ لا يا نيرة، مش مكسوف من نفسي. واللي المفروض يتكسف من نفسه هو اللي قاعد في بيته وبيوصل له فلوس كل اول شهر من غير ما يتعب بيها. قصدك ايه؟ قصدي اللي فهمتيه. وطالما بقى انت عرفتي كل حاجة يبقى لازم انت كمان تعملي بلقمتك. اعمل بلقمتي ازاي يعني؟ تعملي بلقمتك يعني تلبسي زي كده وتنزلي تشحتي معايا. انت اكيد اتجننت. انا لا يمكن اعمل كده ولا مدي ايدي لاي حد في الدنيا. لا، هتعملي كده يا نيرة ورجلك فوق رقبتك، والا الفلوس اللي بتروح لاهلك كل اول شهر هتتمنع. وكمان هسجنك بوصولات الامانة اللي انت كتبتيها على نفسك. وروحي بقى قولي لهم انك اتجوزتي واحد طلع شحات. انت يمكن تكون بني ادم طبيعي؟ وبيدخل تميم وبيجيب لها هدوم من جوه، نفس الهدوم اللي معاه. خدي البسي دول علشان من بكره هتنزلي معايا على الشغل. امينة بتقول طب وبعدين يا حسن هنعمل ايه؟ حسن رد عليها وقال لها العمل عمله بقى يا امينة، هنقول ايه؟ هي دي حكمة ربنا. ان شاء الله هحاول اشوف شغل تاني بدل اللي مشوني منه ده. اخسى عليهم، ناس مفترية ما عندهمش لا قلب ولا ضمير. ازاي اول ما يعرفوا انك تعبان يمشوك من الشغل؟ ده بدل ما يصرفوا لك شهر ولا شهرين كمساعدة ليك بعد الظروف اللي جدت عليك. انا مش عاوز مساعدة من حد يا امينة. وايوه يا ستي، الدنيا كلها بقت كده مصالح وبس، واي مكان مش هيلاقيني قادر اشتغل مش هيشغلوني عندهم من اصله. ربنا يفرجها من عنده ويشفيك ويتمم شفاك على خير. بس اسمعي يا امينة، انا مش عاوز العيال يعرفوا اي حاجة عن تعبي ده، خصوصا نيرة خلاص كبرت وبقت تفهم ومش عاوزة تزعل عليا. في الوقت ده بتكون نيرة البنت اللي عندها 15 سنة واقفة بعيد وبتسمع وبتعرف ان والدها مريض قلب وما بقاش قادر يشتغل زي الاول ولا حتى لاقي شغل. بتعدي الايام وحالة الاب كل يوم بتسوء اكتر من اليوم اللي قبله، لحد ما في يوم الاب بيلاقي نيرة جاية تقعد معاه. ازيك يا بابا، عامل ايه النهاردة؟ انا تمام يا حبيبة قلب بابا، طول ما انا شايفك قدامي يبقى انا كويس. طمنيني عنك انت يا حبيبتي. الحمد لله يا بابا انا كويسة، بس كنت عاوزة اتكلم معاك في موضوع. اتكلمي يا حبيبتي، في ايه؟ ناقصك حاجة؟ لا يا بابا مش ناقصني حاجة، انا بس كنت عاوزة اقولك ان دلوقتي يعني زي ما انت عارف في تالتة اعدادي، وانا بصراحة كده مش حابة اكمل تعليم. ليه يا حبيبتي بس؟ ده انت شاطرة ومستواكي كويس في المدرسة وبتجيبي نمر عالية. لا يا بابا مش شاطرة ولا حاجة، انا اصلا تعبت وزهقت من المدرسة ومش عاوزة اروح تاني. كفاية عليا لحد كده، بعرف اقرا واكتب وخلاص. لا مش دي بنت نيرة اللي تقولي الكلام ده ابدا. قولي الحقيقة يا نيرة، في ايه؟ مفيش حاجة يا بابا. لا في، ولازم تقولي لي دلوقتي حالا في ايه بالظبط. بتعيط وبتقوله بصراحة بقى يا بابا، انا سمعتك وانت بتتكلم انت وماما وعرفت انك مريض قلب وما بقتش تقدر تشتغل زي الاول. مش عيب كده يا نيرة تتصنطي علينا؟ انا والله يا بابا ما كنتش قصده، انا بس سمعت بالصدفة. طيب يا ستي وبعدين يعني ايه علاقة ده بتعليمك؟ ما هو يا بابا انا لو اكتفيت بالتعليم لحد كده اريحك من جزء كبير من مصاريفي ومصاريف المدرسة والدروس، وهنزل ادور على شغل. اصل مش معقول يعني ماما اللي تشتغل بعد العمر ده كله، او اي حد من اخواتي اللي لسه صغيرين.
الأب عيونه بتدمع. يا حبيبتي يا نيرة، قد كده قلبك عليا يا حبيبتي. أنا بحبك قوي يا بابا، ومش عاوزاك تتعب ولا تدور على شغل، وأنا هنزل أشتغل في مصنع الهدوم. أنا ليا أصحاب كتير جدا بيشتغلوا هناك. لا يا حبيبتي، مش هتشتغلي ومش هتنزلي من البيت ولا هتسيبي تعليمك. أنا هلاقي شغل إن شاء الله. يا بابا أنا ما بقتش صغيرة، وعلشان خاطري تقبل مني إني أساعد. أنت ياما تعبت وإحنا صغيرين وما حرمتناش من أي حاجة. جه الوقت اللي حاول أعمل فيه حاجة. الأب بيبقى قاعد بيسمع نيرة ومش مصدق إن الكلام ده طالع من عيلة عندها 15 سنة بس. أنت تعرفي يا بنتي يا نيرة، أنا كنت دايما بدعي ربنا إنه يرزقني بولد. صحيح ربنا رزقني بأخوك حمزة، بس هو لسه 3 سنين. أنا كنت نفسي يكون البكري علشان أقدر أتسند عليه. ولما تعبت كنت أقول يا رب ما يكونش حمزة ده هو اللي عنده 15 سنة. ساعتها كنت أقدر أشغله وأعتمد عليه. لكن دلوقتي بس عرفت أنا ليه ربنا رزقني ببنت، وإن ممكن بنت واحدة تبقى أجدع من 100 راجل. يا حبيبي يا بابا. وفعلا بتنزل نيرة علشان تشتغل في مصنع الملابس اللي موجود عندهم في المنطقة. بتحاول على قد ما تقدر توفر كل قرش بتجمعه علشان تساعد في البيت. وبعد فترة بينادي عليها صاحب المصنع وبيقول لها تعالي يا نيرة، عاوز أقولك حاجة. نعم حضرتك، عاوز تقول إيه؟ بصي بقى يا نيرة، أنا عارف كل ظروفك وعارف إن أنت بنت جدعة ومكافحة وكمان شاطرة. شكرا لحضرتك يا أستاذ محمود. وعلشان كده يا نيرة أنا هبعتك تشتغلي في المحل اللي تبع المصنع اللي لازق في بيتكم، وبكده هتوفري تعب المواصلات أو إنك تيجي ماشية على رجليكي، وهيكون بمرتب أكبر كمان من اللي بتاخديه هنا. بس أهم حاجة عندي هي الأمانة، وأنا عارف إنك أمينة. مش كده برضو يا نيرة ولا إيه؟ أنا متشكرة جدا جدا لحضرتك، والله مش عارفة أقولك إيه. أنا فعلا ده هيفرق معايا جدا إن أبقى جنب البيت، بحيث لو بابا تعب لا قدر الله أروح له على طول، وإن شاء الله أبقى عند حسن ظن حضرتك فيا. وفي الأيام اللي بعد كده بتروح نيرة وبتستلم الشغل في المحل. وبرضه مدير المحل بيبقى راجل جدع وكويس وبيتعاطف معاها لما بيعرف ظروفها. لحد ما بيعدي أكتر من 3 سنين بنشوف نيرة كبرت، بقت شابة جميلة. صاحب المحل الحاج إبراهيم. خدي تعالي يا بنتي يا نيرة ما أقولك. خير يا حاج إبراهيم؟ نعم، عاوز إيه؟ بصي بقى يا بنتي يا نيرة، أنا زودتلك المرتب الشهر ده 500 جنيه. كتير والله يا حاج، ما أنت لسه مزودني من شهرين. مش كتير ولا حاجة، مفيش حاجة تكتر عليكي. وبعدين انت شايفة شغل المحل كله لوحدك، مش محتاجين نجيب واحدة كمان معاكي، فانت تستاهلي مرتب 2. متشكرة قوي يا حاج. انت بس لو تسمعي الكلام مرتبك هيوصل لك كل أول شهر، وانت قاعدة معززة مكرمة في بيتك. ايه بقى الكلام ده؟ عاوز تخلص مني يا راجل يا عجوز؟ عجوز في عينك، ده انا لسه كل شباب. اخ منك انت. انا يا بنتي عاوزة اريحك، انت قد بنتي الصغيرة، بس اعمل ايه بقى معاكي؟ تريحني من ايه بس؟ انا كده مرتاحة ومبسوطة. مبسوطة اني بشتغل وباخد فلوس على قد الشغل اللي بشتغله، لا اكتر ولا اقل. وبعدين انت يا حاج كل فترة بتزود المرتب، يعني مفيش شغل في محل تاني بالفلوس دي؟ انا لو عليا عاوز اشوفك كل يوم الصبح واصطبح بوشك القمر ده، بس انا نفسي تقعدي 6 بيت كده معززة مكرمة وابعتلك المرتب كل شهر. لكن انت دماغك ناشفة وعنيدة. قولي بقى انك مش عاوزني اشتغل عندك وشايف لك شوفة تانية. شوف البيت. طب يلا يا بت بلاش غلبة، يلا روحي. بس انا لسه معادي ما جاش، لسه في شوية شغل هخلصهم واقفل المحل واروح. مالكيش دعوة بأي حاجة دلوقتي، انا هقفل انا النهاردة. ماشي يا حاج اللي تشوف، ربنا يخليك لينا يا رب. بعد اذنك انا همشي، هتعوز مني حاجة؟ لا يا بنتي روحي وخدي بالك من نفسك. وبتخرج نيرة من المحل. نيرة كل يوم بيكون عندها نفس الروتين الثابت. من اول ما بتخرج من المحل بتعدي على السوبر ماركت اللي جنب المحل، بتجيب حلويات لاخواتها، وبعدين بتعدي على صاحبتها سهى وبتروح على البيت. سهى خلصتي ولا لسه؟ انا الحاج ابراهيم قال لي اروح النهارده بدري وهو هيقفل المحل. لا انا لسه قدامي شويه وقت، بتخليكي قاعده معايا لحد ما اخلص ونروح خطوبه البنت شهد. لا 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 يا ستي، انت عارفه انا ماليش في جو الخطوبات والحاجات دي، مش بلاقي نفسي فيها. يا بنت تعالي يمكن تطلعي لك بعريس من هناك. لا يا اختي روحي انت واطلعي لك بعريس، وساعتها هبقى اجي خطوبتك. انت يا بنتي ما بتزهقيش من نفس الحاجه كل يوم؟ ازهق من ايه يعني؟ مش فاهمه. يعني كل يوم بتيجي الشغل وميعادك مظبوط بالثانيه، واخر اليوم تخرجي من الشغل تجيبي حاجات من السوبر ماركت ودغري على البيت. طب وانت عاوزاني اعمل ايه غير كده؟ تخرجي يا بنتي تشمي هوا، اي حاجه بدل الخنقه اللي انت فيها دي.
لا يا اختي، انا مش عاوزة اشم حاجة، وبعدين انا عاوزة اروح بسرعة النهاردة علشان اساعد ماما شوية في شغل البيت. خلاص ماشي، اللي تشوفيه. روحي وخدي بالك من نفسك. ماشي، يلا سلام. بتروح نيرة على البيت، وهي ماشية بتكتشف ان في حد من بعيد في عربية سودا فخمة بيتابعها ومركز معاها. بس يا ترى مين ده؟ وبيتكرر الموضوع ده اكتر من اسبوع، ونفس العربية السودا بتكون ماشية ورا نيرة من غير ما تاخد بالها، لحد ما في يوم بتكون نيرة قاعدة في المحل، بتلاقي عربية سودا فخمة بتركن قدام المحل. بينزل منها شاب طويل ووسيم لابس بدلة شيك قوي. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك، تحب اساعدك في حاجة؟ انا كنت محتاج شوية هدوم تكون شبابي لبنوتة عندها 19 سنة. طيب لو ممكن حضرتك توصفها لي اكتر، يعني طولها، وزنها، المقاس بتاعها، يعني علشان اقدر اختار لها الحاجات المظبوطة. بصي، هي قد كده بالظبط، يعني نفس الطول والحجم وكل حاجة. طيب تمام حضرتك، ممكن تقولي بس على ستايل اللبس اللي هي بتلبسه؟ يعني زي ما حضرتك شايف كده المحل عندنا متنوع بين البناطيل والجيب والدرسات. بصي، هي برضو الستايل بتاعها مقارب جدا للستايل بتاعك، جيبة وعليها بلوزة وفوقها جاكيت. سبحان الله، صدفة عجيبة. خلاص تمام ماشي، ممكن حضرتك تلف تاخد فكرة، والحاجة اللي تعجب حضرتك اختارها. خلاص ممكن نختار سوا، انتوا بنات زي بعض، واكيد حضرتك تفهمي اكتر مني في الحاجات دي. خلاص تمام ماشي يا فندم، مفيش مشكلة، اتفضل حضرتك. وبيلف الشاب معاه في المكان وبيختار هدوم كتير قوي. بص بقى حضرتك، الستايل ده طالع موضة قوي اليومين دول، وبنات كتير بيجوا ياخدوه مني. طب كويس، تحبي نختار انهي لون؟ مش عارفة حضرتك هي بتحب لون ايه؟ هي مين؟ البنت اللي حضرتك بتاخد لها الهدوم. حقيقة مش عارف، يا ريت تختار انتي لون حلو كده على ذوقك. والله يا فندم هي كل الالوان من القطعة دي جميلة قوي، بس انا رأيي اللون البرجندي كويس، وبرضو بيست سيلر. خلاص تمام ماشي. وبعد ما بيختارها بتحطها نيرة في الأكياس وبيحاسب عليهم الشاب. وعلشان حضرتك أول مرة تنورنا في المحل وأخدت قطع كتير، فاحنا عملنا لك خصم كبير. لا خصم ايه، ملوش لازمة، وفري الخصم ده لحد تاني يكون محتاجه. لا ليه بس يا فندم؟ إن شاء الله حضرتك تنورنا مرة تانية. أكيد إن شاء الله. اتفضل حضرتك، تتهنى بيهم يا رب. تتهني بيهم انتي؟ نعم، ما هي كل الهدوم دي علشانك. نعم، علشاني أنا؟ ليه؟ بصي بقى، أنا متابعك بقالي فترة وماشي وراكي. ماشي ورايا؟ ده اللي هو ازاي يعني وليه؟ علشان أنا معجب بيكي وبأخلاقك، وبصراحة أنا عرفت عنك كل حاجة، وعجبني جدا إنك بنت مكافحة ملتزمة من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. متشكرة لحضرتك قوي، بس برضو ما فهمتش حضرتك عاوز مني ايه؟ هو مش باين ولا ايه؟ لا حضرتك مش باين. ما تقوليليش حضرتك، أنا اسمي تميم. أهلا وسهلا، بس برضو حضرتك عاوز مني ايه؟ عاوز اتجوزك. ها؟ بقولك عاوز اتجوزك وعارف عنك كل حاجة، بس انا مش بفكر في الموضوع ده خالص دلوقتي. ولو حضرتك عارف عني كل حاجة، يبقى اكيد كمان عارف ان شايله مسؤولية اخواتي. طب وبعدين؟ يعني هتفضلي كده من غير جواز لحد ما تكبري وتعنسي ومحدش يبصلك؟ ايه ده؟ ايه حضرتك الكلام اللي بتقوله ده؟ مش قصدي والله، انت جميلة قوي وزي القمر، بس اي واحدة لو قعدت تستنى لما تشيل مسؤولية اخواتها اللي اصغر منها ب10 سنين اكيد هتعنس ومحدش هيبصلها. لو سمحت نقي ملافظك، الملافظ سعد. طب خلاص، قولي لي انت ايه رأيك؟ انا مش هقدر اتجوز دلوقتي غير لما اطمن على اخواتي ويوصلوا لمرحلة كويسة في التعليم ويقدروا يعتمدوا على نفسهم. ياه يا بنتي، ده عمر. وبعدين هو انت بتاخدي كام يعني علشان تقدري تعملي كل ده؟ اسمعي يا نيرة، انا الحمد لله حالتي كويسة جدا وبنيت نفسي من الصفر، ولو انت وافقتي عليا انا اقدر اساعد اهلك، يعني اقدر اشغل والدك، او بلاش يا ستي بلاش هو يشتغل، هبعت له مرتبه كل اول شهر لحد عنده. لا طبعا، مين قالك ان احنا محتاجين مساعدة من اي حد؟ انا عارف ان عندك كبرياء ومش بتقبلي اي مساعدة من اي حد، ودي حاجة عجبتني جدا فيكي، بس احنا لو اتجوزنا وقتها انا مش هبقى غريب، لا ده هيبقى واجب عليا. نيرة بتسكت شوية، بتبقى بتفكر في الموضوع. ها، قلتي ايه؟ انا ماليش رأي في الموضوع ده، حضرتك تروح وتقابل بابا وتسأله، ولو وافق يبقى انا موافقة، ولو رفض يبقى انا كمان رافضة. لا طبعا مفيش الكلام ده، انت عايشة في سنة كام؟ مين دلوقتي بيروح يخطب واحدة من غير ما يبقى متأكد انها موافقة عليه؟ خلاص سيب لي مهلة افكر وهسأل اهلي.
وارد على حضرتك. خلاص تمام ماشي. ممكن تجيبي رقمك؟ لا طبعا مش ممكن. حضرتك ممكن تسيب لي رقمك وانا هخلي والدي يكلمك. ياه، ده انت صعبة قوي. المفروض يعني حضرتك عارف عني كل حاجة، يعني المفروض تعرف اني صعبة، واصلا تحمد ربنا اني سمحت لك تتكلم معايا. يا سلام على التواضع. ماشي يا ستي، اتفضلي، ده الكارت بتاعي. ماشي تمام حضرتك. ممكن تتفضل دلوقتي لاني اتأخرت وخلاص هقفل. بيبقى تميم هيخرج من المحل. لو سمحت يا استاذ تميم، ممكن تاخد الشنط بتاعتك معاك؟ بس انا قلت لك كل الحاجات دي علشانك انت، وانا ما باخدش حاجة من حد ما بعرفوش. طب ما احنا اتعرفنا. لا برضو انا مش محتاجة حاجة. لو سمحت حضرتك خد حاجتك وانت ماشي. خلاص انا همشي، وهعتبر ان دي هتكون اول هدية هجيبها معايا ان شاء الله وانا جاي ازوركم في البيت. نيرة ساكتة ما بتتكلمش، واول ما بيمشي بتبتسم وبتبقى طايرة من الفرحة. بتقفل المحل وبتروح على البيت، ولما بتوصل بتلاقي والدتها مستنياها في البلكونة، ولما بتشوفها بتدخل. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا بابا. ايه يا نيرة، اتأخرت ليه يا حبيبتي؟ ده انت دايما مواعيدك مظبوطة بالثانية، ده احنا بنظبط الساعة عليكي. معلش يا بابا، كان في بس زبون جه متأخر، واول ما خلصت قفلت وجيت على طول. بس مالك؟ شكلك متغير كده، في حاجة يا نيرة ولا ايه؟ ولا حد زعلك؟ لا ابدا يا ماما، انا هدخل اغير هدومي وبعد ما نتغدى نقعد ونتكلم. عاوز اخد رأيكم في موضوع. يعني في موضوع نتكلم فيه اهو يا نيرة. قلقتيني يا بنتي، ما تقوليلي في ايه؟ ايوه يا بابا في موضوع، بس مفيش حاجة تقلق. وبعد الغدا. بس يا بابا، هو ده كل اللي حصل من اول ما جه المحل لحد ما مشي. ده انسان غريب قوي، ازاي يتجرأ يعمل حاجة زي دي؟ استنى بس يا حسن، هو يمكن خاينه التعبير شوية بحركة الهدوم اللي كان عاوز يشتريها النيرة، بس الراجل قصده شريف، ولا لف ولا دار على البنت. بالظبط يا ماما، هو ده كل اللي في دماغي. محتارة بين انه شخص بيحاول يشتري اللي حواليه بفلوسه، وفي نفس الوقت هو انسان صريح. والله يا بنتي، انت لو عجبك الموضوع وداخل دماغك انا موافق، وانا بثق في رأيك يا نيرة يا حبيبتي. لا طبعا يا بابا، الرأي رأيك. لا يا حبيبتي، فكر انت، واي حاجة هتقولي عليها انا وامك موافقين عليها. بس يا بابا الشغل، انا لو اتخطبت وقعدت من الشغل واتجوزت هنعمل. ما تشيليش هم يا حبيبتي، فكري في نفسك وبس. انت ياما فكرتي فينا، وجه الوقت اللي تفكري في نفسك شوية. طيب يا بابا، هو اداني الكارت بتاعه وقال لي اديه لحضرتك تتواصل معاه. ماشي يا حبيبتي، هاتي الكارت وانا هكلمه. بس افهم من كده انك موافقة يا نيرة؟ بصراحة يا بابا، انا حاسة اني مرتاحة للموضوع، ولو حصل وتمت الخطوبة هيكون في فترة تعارف وهنعرفه اكتر. خلاص ماشي يا حبيبتي، انا هكلمه وهتفق معاه، وربنا يقدم اللي فيه الخير. وبعد يومين بيرن عليه. اهلا استاذ تميم، انا حسن والد نيرة. اهلا وسهلا يا عمي، ازي حضرتك؟ انا الحمد لله بخير يا ابني. اؤمر يا ابني. والله يا عمي انا شفت الانسة نيرة وهي خارجة من الشغل وتابعتها كام يوم، واعجبت باخلاقها وتصرفاتها، وعلشان كده كنت حابب اتقدم لها. بس انا عاتب عليك يا ابني في الحركة اللي عملتها معاها. الهدوم اللي اشتريتها من المحل وكنت عاوز تديها لك هدية قبل ما يكون في بينكم اي حاجة. انا بعتذر لحضرتك لو تصرفي ده ضايقك، وان شاء الله مش هيتكرر تاني. ايوه طبعا ضايقني يا ابني، كان من باب اولى طالما عرفت بيتها وهي ساكنة فين كنت تيجي وتخبط على الباب وتتكلم معايا انا الاول. طبعا حضرتك عندك حق 100%، بس انا في الموضوع ده عندي وجهة نظر، وهي اني ما ينفعش اجي بيت حد من غير ما اكون حتى حاسس من ناحيتها بقبول. ما ينفعش اجيب اهلي ونيجي واحنا مش ضامنين ان في موافقة حتى لو مبدئية. والله يا ابني وجهة نظرك عجبتني. هما بالرغم كل العرسان اللي بيتقدموا النيرة، الا انك انت هتكون اول واحد تدخل البيت ان شاء الله. هستناك انت واهلك الخميس اللي جاي. بيجي بسرعة يوم الخميس. ابو تميم بيتكلم وبيقول: والله تميم ابننا شاب مكافح، من وهو في الجامعة وهو اشتغل وكبر المشروع بتاعه لحد ما بقى عنده مكتبه الخاص بيه وهو في الجامعة، وبعد الجامعة قدر يشتغل على نفسه اكتر لحد ما بقى عنده شركة كبيرة. احنا اصلنا من الاسماعيلية، بس هو جه هنا القاهرة واستقر بقاله اكتر من 3 سنين، وقال انه محتاج يستقر هنا علشان خاطر شغله. وما شاء الله حبيبي مش مخلينا محتاجين اي حاجة. فعلا، يعني تقدروا تقولوا عليه شاب بنى نفسه بنفسه وبدأ من الصفر. والله ما شاء الله كلام جميل قوي، ربنا يبارك فيه. ودي حاجة نادرة اليومين دول، يعني شباب اليومين دول بيتحججوا ان الاسعار غالية والدنيا صعبة. وانت بقى يا تميم يا ابني شغال في ايه بالظبط؟ والله احنا ما نعرفش بالظبط تفاصيل الشغل بتاع تميم. معلش اني قطعتك يا ماما، انا يا عمي بشتغل في اي حاجة، يعني الشغل بتاعي متنوع،
والشركة عندي أقسام كتير قوي، بعدين هنبقى نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. ماشي يا ابني، ربنا يوفقك ويحسن ما بين ايديك. وبتنتهي القعدة دي بإن والد نيرة مبسوط قوي من تميم، وإنه شاب مكافح وبنى نفسه بنفسه. وفي آخر القعدة بيتفقوا على كل حاجة، وفعلا بيتمموا الخطوبة. وخلال فترة الخطوبة تميم مش بيخلي نيرة محتاجة أي حاجة، ودايما مغرقها هدايا وكلام حلو، وكل يوم بيتقربوا من بعض أكتر وأكتر لحد ما بيقعوا في حب بعض. نيرة بتكون بنت جميلة ومؤدبة ودمها خفيف ومطيعة، وتميم شاب مكافح وكريم وكاريزما، وبيحسن كتير من مستوى عيلة نيرة. بالرغم إنها بتكون رافضة، بس بتكون رافضة في الأول، إلا إنه بيقنعها إنه مش غريب وإنه والدها زي والده بالظبط. نيرة وافقت بس بشرط، لما أخوها حمزة يكبر هيبقى يوفر له شغل، وساعتها يقدر يسدد الفلوس اللي بياخدوها كل شهر. وخلال فترة قصيرة بيتفقوا على الجواز، وفعلا بتتجوز تميم. بيجيب لها شقة في مكان راقي قوي، بيبقى مش مخليها محتاجة أي حاجة، بيدلعها وبيحبها وبيجيب لها كل اللي بتتمناه. بجد يا تميم، أنا ربنا بيحبني علشان يرزقني بحد جميل وكريم زيك. أنا اللي محظوظ بيك يا نيرة، وأكيد ما كنتش هلاقي حد في الدنيا أحسن منك. ربنا يخليك ليا يا رب يا حبيبي، وما يحرمنيش منك أبدا. حياتهم بتكون ماشية كويس، نيرة مبسوطة بالجواز وبتحلم باليوم اللي هتخلف فيه من تميم أطفال يملوا عليها البيت. تميم بيكون عنده مكتب صغير في البيت، بيبشر منه الشغل بتاع الشركة في الأيام اللي مش بينزل فيها الشركة. لكن نيرة مش بتكون عارفة أي حاجة عن تفاصيل شغله، ودايما بتقول لنفسها مش مشكلة، أنا واثقة في تميم وأكيد شغال حاجة كويسة، وأنا أكيد مش بفهم فيها. ده راجل متعلم تعليم عالي، وكويس إنه وافق بيا، وأنا يا دوب معايا حتة إعدادية. وفي يوم بقول لك إيه يا تميم، كنت حابة أتكلم معاك في موضوع. قولي يا حبيبتي. يعني أنا بفكر أكمل تعليمي. ليه يا حبيبتي هتوجعي دماغك؟ وجع دماغي إيه بس يا حبيبي؟ أنا محتاجة يبقى معايا شهادة علشان أولادنا لما يجوا إن شاء الله يفتخروا إن ماما متعلمة. والله يا حبيبتي هتوجعي دماغك، يعني هو اللي اتعلموا أخدوا إيه؟ أخدوا إيه إزاي يعني يا تميم؟ هو أنت لولا إنك دخلت الجامعة واتعلمت كنت ممكن توصل لكل اللي أنت فيه؟ ومال كل اللي أنا فيه ده بتعليمي بس يا نيرة يا حبيبتي؟ مش فاهمة، هو مش المفروض إنك شغال بدراستك؟ لا طبعا يا حبيبتي، أنا شغال في التجارة، بتاجر في حاجات كتير، والتعليم ده يا دوب شهادة بتتعلق على حيطة ملهاش أي لازمة. لا بس برضو يا حبيبي علشان يبقى في تكافؤ ما بيننا. لا يا روح، انت ما شاء الله عليكي مخك أكبر من سنك ومثقفة وفاهمة، ولما بتكلم معاكي بحس إنك متعلمة تعليم عالي، مش بحس بأي فرق ما بيننا. شكرا يا حبيبي، ما تحرمش منك أبدا، بس لا أنا برضو حابة أكمل تعليمي حتى لو هاخد أي جامعة مفتوحة وأنا هنا في البيت. خلاص ماشي يا حبيبتي، اللي يريحك. وفي الأيام اللي بعد كده بتكون حياتهم هادية وسعيدة. تميم بينزل كل يوم على شغل الصبح، وبياخد معاه شنطة. الشنطة دي بتكون كبيرة لدرجة إن نيرة بتبقى مستغربة حجمها. فيها إيه الشنطة دي يا تميم يا حبيبي؟ دي فيها حاجات مهمة جدا تبع الشغل يا نيرة، ويا ريت ما تفتحهاش أبدا تحت أي ظرف من الظروف. وفعلا نيرة بتسمع الكلام ومش بتفتحها ولا بتفكر حتى تيجي جنبها، لكن دايما بيكون عندها فضول تعرف إيه اللي جوه الشنطة دي، وليه تميم متبت فيها قوي كده. لحد ما في يوم الصبح بيجي اتصال لتميم. ايه بتقول ايه؟ ماما تعبانة، انا جاي حالا. في ايه يا حبيبي خير؟ بابا بيقول لي ان ماما تعبانة قوي، لازم اروح اشوفها. طيب ثواني انا هلبس واجي معاك. لا مش هينفع، انا هروح بسرعة وهبقى اطمنك بالتليفون. بينزل تميم بسرعة وبينسى ياخد الشنطة بتاعته معاه. وهنا الفضول بياخد نيرة انها تعرف ايه اللي جوه الشنطة دي. بتقرب من الشنطة وهي مترددة وحاسة ان اللي بتعمله ده حاجة غلط، لحد ما بتقدرش تقاوم نفسها ولا الفضول اللي عندها، وبتفتح الشنطة. وهنا بتكون الصدمة لما بتفتح الشنطة، بتشوف حاجة عمرها ما كانت تتوقع انها تشوفها في شنطة جوزها. ايه ده؟ يعني ايه؟ وايه اللي جاب الحاجات دي في شنطة تميم؟ وبيعمل بيها ايه؟ في الوقت ده بتسمع باب الشقة بيتفتح من تاني. انا نسيت الشنطة. وانت محتاج الشنطة في ايه؟ مش انت المفروض رايح تزور والدتك والشنطة دي خاصة بالشغل؟ ايوه بس في حاجات تانية محتاج لها، انا هنزل علشان ما تأخرش. وبينزل تميم وبتفضل نيرة محتارة من اللي شافته جوه الشنطة. بيروح يطمن على والدته اللي بتكون فعلا تعبانة، بيوديها المستشفى وبعدها بيكلم نيرة وبيطمنها عليها. انا خلاص وديتها المستشفى يا نيرة، والدكاترة طمنوني عليها، وهرجع على القاهرة على اخر النهار. تمام ماشي يا تميم، تيجي بالسلامة. وفي الايام اللي بعد كده بتقرر نيرة انها تراقب جوزها علشان تعرف ايه سر الحاجات اللي شافتها جوه الشنطة. وفي يوم بيلبس تميم
وبياخد الشنطة زي عادته وبينزل على شغل الصبح بدري. في الوقت ده بتكون نيرة مجهزة نفسها ولابسة لبس الخروج تحت الإسدال، وأول ما بينزل بتخلع الإسدال وبتكلم أوبر اللي بيكون مستنيها تحت البيت، وبتنزل تركب عربية الأوبر. لو سمحت اتحرك ورا العربية اللي قدامنا دي. وفعلا بتتحرك العربية ورا عربية تميم اللي بيفضل ماشي لحد ما بيروح مكان مهجور، وبينزل من العربية وبيدخل مكان أشبه بالخرابة. نيرة بتطلب من السواق يمشي وبتنزل هي وبتفضل واقفة بعيد. وبعد 5 دقايق بيخرج من المكان ده وهو لابس هدوم مقطعة ومبهدلة وشكلها غريب وشعره منعكش وساند على عكاز، وبعد كده بيتحرك لكن من غير العربية. نيرة بتمشي وراه وهي مش مصدقة نفسها. بيروح على منطقة بيكون فيها شركة كبيرة وكل الناس اللي فيها لابسين بدل ونضاف. بيقعد تحت شجرة قدام الشركة بيمد ايده للناس، وكل اللي داخل واللي خارج بيديله فلوس. ايه؟ تميم شحات؟ مش ممكن، يستحيل، انا اكيد بحلم، اكيد. وبتفضل تخبط على وشها يمكن تفوق من الصدمة اللي هي فيها، لكنها مش بتفوق وبتتأكد ان كل اللي هي فيه حقيقة مش حلم. بتروح على البيت وهي منهارة، بتفضل مستنياه لحد ما يرجع في آخر اليوم، وطبعا بيرجع البيت على سنجة 10. مساء الخير يا حبيبتي. مساء النور. كنت فين؟ كنت فين ازاي؟ كنت في الشغل. والشغل ايه ده بقى اللي تحت الشجرة وانت مادد ايدك للناس؟ بيتصدم جدا وبيتوتر. ايه؟ شجرة ايه وناس مين؟ اوعى تنكر، انا شفت كل حاجة بعينيا وعرفت انك شحات. بتكون مفكرة ان تميم هيحس بالأسف والكسوف، لكن تميم بيبقى عكس كده تماما. وبعدين عاوزة ايه يعني؟ عاوزة ايه ازاي؟ ممكن افهم ايه اللي شفته ده؟ انت خدعتني وكذبت عليا، فهمتني انك راجل اعمال كبير بنت نفسك بنفسك وفي الاخر تطلع شحات. وماله بقى الشحات؟ وانا فعلا بنيت نفسي بنفسي وما عملتش اي حاجة غلط ولا عملت اي حاجة حرام. مش ممكن، انا حاسة اني بحلم. لا، انا حاسة اني في كابوس كبير ومش عارفة فوق منه. معقول انت تعمل كده؟ وما عملتش كده ليه بقى؟ افضل فقير طول عمري وانا ممكن اكسب وابقى غني. كان ممكن تعمل حاجات كتير قوي، كان ممكن تشتغل. انت راجل متعلم واهلك صرفوا عليك لحد ما كبروك وعلموك. تعليم ايه وشغل ايه اللي ما بيأكلش عيش اليومين دول؟ انت مش شايفة الدنيا حواليك غالية ازاي؟ وبعدين انا ما عملتش حاجة، انا محتاج مساعدة وطلبتها. تمد ايدك للناس اللي ممكن يكون فيهم حد محتاج اكتر منك. وايه اللي منعهم؟ ايه اللي منعهم يعملوا زي ما كل واحد محتاج ممكن ينزل ويطلب المساعدة من الناس؟ يا بجحتك يا اخي، انت مش مكسوف من نفسك؟ لا يا نيرة، مش مكسوف من نفسي، واللي المفروض يتكسف من نفسه هو اللي قاعد في بيته وبيوصل له فلوس كل اول شهر من غير ما يتعب بيها. قصدك ايه؟ قصدي اللي فهمتيه. وطالما بقى انت عرفتي كل حاجة يبقى لازم انت كمان تعملي بلقمتك. اعمل بلقمتي ازاي يعني؟ تعملي بلقمتك يعني تلبسي زي كده وتنزلي تشحتي معايا. انت اتجننت؟ انا لا يمكن اعمل كده ولا مدي ايدي لاي حد في الدنيا. لا، هتعملي كده يا نيرة ورجلك فوق رقبتك، والا الفلوس اللي بتروح لاهلك كل اول شهر هتتمنع، وكمان هسجنك بوصولات الامانة اللي انت كتبتيها على نفسك. وروحي بقى قولي لهم انك اتجوزتي واحد طلع شحات. انت لا يمكن تكون بني ادم طبيعي. بيدخل تميم وبيجيب لها هدوم من جوه نفس الهدوم اللي معاه. خدي البسي دول علشان من بكرة هتنزلي معايا على الشغل. نيرة بتبقى حاسة انها مغيبة مش عارفة تعمل ايه. وتاني يوم بيغصب عليها تميم وبيلبسها الهدوم غصب عنها وبيقعدها تحت شجرة قدام الشركة وبيقول لها مش مطلوب منك اي حاجة غير انك تقعدي وتمدي ايدك وبس. بيفضلوا على الحال ده طول اليوم، وتميم بيكون متابعها من بعيد لحد ما بتيجي نيرة تقف. بيغمى عليها، بيجري عليها وبيشيلها وبيوديها المستشفى، وهناك بتكتشف نيرة انها حامل. وبعد شوية بيروحوا على البيت. الطفل ده لازم ينزل. لا طبعا، ومين هيسمح لك تعملي كده في ابني؟ منك لله يا تميم على اللي عملته فيا. انت تخليني انزل امد ايدي للناس بعد ما كنت عزيزة الكرامة والنفس؟ انا عمري ما كنت هخليكي تشتغلي كده، دي كانت بس قرصة ودن وكنت هتنزلي يوم واحد. انا حبيت بس اوريك يا نيرة اني بتعب وان شغل الشحاتة ده شغل زيه زي اي شغل في الدنيا. انت بتضحك عليا ولا على نفسك يا تميم؟ انت مقتنع بالكلام اللي بتقوله ده؟ ايوه مقتنع طبعا، وانا لا يمكن اخلف منك وانت شحات يا تميم. والطفل ده هنزله مهما كلفني الامر، وهعرف الناس كلها حقيقتك حتى لو هتسجن.
ايه دي بس يا نيرة، انا كنت بس بهددك وعمري ما اسجنك، انا بحبك. لو بتحبيني بجد يا تميم يبقى تسيب كل اللي انت بتعمله ده وتشتغل وتعتمد على نفسك، شغل بجد. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا، اسيب اللي انا بعمله وارجع في اير من تاني؟ لا لا، ده لا يمكن ابدا. اشتغل يا تميم، انت شاب دماغك حلوة ونضيفة ومتعلم وتقدر تفتح مشروع وتكبره. ومين قالك ان ما حاولتش؟ مين قالك ان ما تعبتش في حياتي يا نيرة؟ لا لعلمك بقى، انا تعبت قوي وجبتها من تحت قوي، وحاولت بدل المرة مليون، وكنت بكسب ملاليم. ما كنتش قادر اكون نفسي ولا اجمع فلوس ولا اعمل بيت، لحد ما مديت ايدي لقيت ان انا ممكن اجمع في اليوم الواحد نفس اللي كنت بجمعه في شهر من شغلي والمرمطة. وانا قلت لك كل اللي عندي يا تميم، يا انا وابنك يا اللي انت بتعمله. بس انا ما اقدرش اتخلى عن اللي انا بعمله يا نيرة. انا خلاص الموضوع ده بقى بيجري في دمي، وده الشغل اللي انا اعرفه بقالي سنين وما اقدرش اعمل غيره. احنا ممكن نفتح مشروع على قدنا بس يكون براس مال حلال ومن تعبك ومجهودك، وتخصص كل شهر حوالي 10% من المكسب يطلعوا صدقة لحد ما تكبر اكتر واكتر، ووقتها نبيع الشقة دي والعربية وفلوسهم يطلعوا للناس اللي محتاجة بجد. وصدقني دي احسن تجارة، هي التجارة اللي مع الله. وبعد 10 سنين بنشوف نيرة وتميم وبيكون معاهم ابنهم علي، وهم عندهم مصنع كبير للملابس بيشغلوا فيه ناس محتاجة، وكل العاملين في المصنع كانوا أصلا شحاتين. ولحد هنا بتكون خلصت حكايتنا. هستنى أشوف رأيكم في الكومنتات، واستنوني في قصة جديدة. مع السلامة.